موضوعنا النهاردة ان شاء الله هيبقى عن نقالة الكنتالوب يا جماعة، ان هو الاناناس دول شوية شتلة، اربع خمس شتلات انا عاملهم في المنزل يا جماعة. وطبعا في فيديو انا نزلته قلت لك ازاي انت تقدر تعمل شتلة زي دي. طبعا النهاردة كبروا صار عمرهم 20 يوم، يلا بينا ننقلهم في التربة الحلوة الجميلة دول، وبعد كده هيدونا الازهار نفس دي يا جماعة. بصوا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكنتالوب يا جماعة، بص الاناناس يا جماعه او الكنتالوب، في ناس طبعا بتقول عليه اناناس وفي ناس بتقول عليه كنتالوب. بص يا جماعه كميه الازهار اللي فيه قد ايه. بصوا يا جماعه، في نمو تخدير جامد يا جماعه. يلا بينا نزرع بنفس الطريقه اللي احنا زرعنا بيها هنا يا جماعه. يلا ننقل بيها شويه الشتلات دول مع بعضينا دلوقتي، ونبدا ننقلهم في التربه بتاعتنا الحلوه الجميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم اخوكم ادهم من قناه عالم الزراعه. احلى مسا عليكم اعزائي المشاهدين. هنزرع مع بعضينا زي ما قلنا في المقدمه الكنتالوب يا جماعه، هننقلهم من الشتله. تمام يا جماعه، وبطريقه سهله ومضمونه عشان يطلعوا معاك صحاح، عشان ما ينشفوش يا جماعه. يلا بينا ننقلهم، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الشرح. طبعا يا جماعه انا زرع في نفس الشكل حضراتكم شايفين ده. عادي احنا نقدر نقطعها من هنا، لكن احنا مش عاوزين نخسر دي يا جماعه. لو انت زرع في البيت ومش من قدرتك ان انت تقدر تجيب واحده تاني، يلا بينا. بص يا جماعه، طريقه سهله وبسيطه. هذه يا جماعه الجزئيه بتاعتنا اللي احنا كنا زارعين فيها، وادي الكنتالوب بتاعتنا يا جماعه. بص يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بس يا جماعه تبارك الرحمن، شايفين يا جماعه كميه الجذور؟ هذا يا جماعه الجذور بتاعتنا الحلو. يلا بينا نزرع. طبعا يا جماعه عشان تطلع دول معاك بطريقه سهله ومضمونه عشان ما ينشفوش معاك، هنبدا ان ايه ونفك التربه بتاعتنا. بص يا جماعه كده يا جماعه، نحط جذورها هنا يا جماعه، ونبدا ايه نفك شتلايه كده يا جماعه، شتلايه يا جماعه، ونبدا إيه نفردهم من بعض، نسيب دول كده ونبدا نزرع اللي احنا ايه لسه مطلعينها كده يا جماعه. نبحث فيها التربه بتاعتنا الحلوه، ونبدا نسيب الشتله بتاعتنا. بس حاول يا جماعه انك تنقلها في وقت يا جماعه ما يكونش فيه شمس قويه يا جماعه، او يكون الجو حار عشان ما تحرقش الشتله. يعني خليك كده بعد الساعه 4 مساء، وابدا ايه انقل يا جماعه. وتحاول برضه اول 3 ايام يا جماعه انك ما تسيبهمش في مكان فيه شمس، يعني تحاول تعرضهم لمكان ظل يا جماعه لمده 3 ايام بس. وهذا يا جماعه الشتله بتاعتنا التانية الحلوه، 4 شتلات هم يا جماعه. نبدا ننقلهم كده، اخر شتله معانا نبدا نفحت لها كده يا جماعه ونسيبها. طبعا يا جماعه ان شاء الله انا بعد ما يصير عمرهم مثلا 20 يوم ان شاء الله ويطلعوا الازهار، ان شاء الله هعمل لكم فيديو وانزله لكم على القناه. بس ما تنساش تتابعني علشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما انا قلت لك، طول ما انت مش متابعني فانت فاتك كتير عن الزراعه. وبعد كده يا جماعه هنبدا ايه نرويهم. نروي يا جماعه بقى بشكل يومي لحد بس ما ايه يمسكوا نفسهم في الازهار. طبعا زي ما قلنا يا جماعه التربه لازم أن تكون مليانه بالعناصر الغذائيه، يعني يكون عليها مضاف عليها يا جماعه سماد عضوي او كومبست. طب انت لو ما عندكش كومبست تقدر تضيف عليها سماد عضوي اللي هو موجود في كل بيت. في كل بيت يا جماعه موجود السماد العضوي اللي انا قلت لكم عليه. وطبعا زي ما انا معود متابعيني، صلى على النبي.